بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد ونهار جديد من يوم الرابع من شهر رمضان. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب. اليوم إن شاء الله بعجين واحد غادي نحضروا فطائر حلوين ومالحين، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين. وبالنسبة للوصفة الثانية غادي نحضروا فخيدات ديال الدجاج مع البطاطا في الفرن، كيجيو زوينين وكيجيو رائعين. والوصفة الثانية غادي نحضروا عصير اللي كيجي منعش وكيجي رائع وكيجي زوين بزاف. كنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير. وطريقه التحضير: اول حاجه غادي نحضروا عجين باش غادي نحضروا الفطائر. بسم الله، نبداو على بركه الله. في اناء عندي 8 ديال الكؤوس ديال دقيق فورس، القياس كيبقى بالكاس ديال العنبه. ضفت معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه ديال السكر حبيبات، وضفت بيضه واحده تقدروا تعوضوها بالياغورت طبيعي يعني بدون سكر. وضفت نص كاس ديال الزيت النباتيه. وغادي نجمع العجين بالماء اللي كيكون دافي. بالنسبه للماء يعني كنكونوا ملي كنديروا فيه هكا يدينا كتحمل يدينا الحراره ديال الماء، ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش عاوتاني بارد باش هكا العجينه يعني دغيا كتخمر. حنا كنبقى نضيف الماء دفوعات وكنجمع بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا حتى كنتحصل على العجينه اللي كتكون طريه. ملي كنحشيو فيها يدينا هكا لداخل كتكون كتلاصق، ما كتكونش قاصحه بزاف. هنا حتى كنجمع العجينه عاد باش كنضيف الملحه باش هكا ما كتكتلياش الجهد ديال الخميره. وكنبقى نجمع العجينه دليكتها لمده ديال 2 ديال الدقائق. هنا كما كتلاحظوا بالنسبه للعجينه كتجي طريه وكتجي كتلصق في اليدين كما كتلاحظوا البنات، باش هكا الفطائر كيجيو مفشفشين من الداخل وكيجيو هشاش من على برا. وهنا غادي نجمع العجينه وغادي نغطيها وغادي نخليها في شي بلاصه اللي كتكون دافيه حتى كتخمر وكيضاعف الحجم ديالها. بعد ما كتخمر العجينه غادي نفرغها من الاناء كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للعجينه كتكون طريه بزاف البنات، ضروري ما كنرشوا واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق، يعني ما كنكثروش بزاف باش هكا ديك العجينه ما كتجيش ناشفه من على برا. هنا كما شفتوا معايا بالنسبه للعجين قسمته على 2 ديال الاجزاء. بالنسبه للجزء الاول غادي نحضر منه فطائر اللي كيكونوا حلوين، والجزء الثاني غادي نحضر منه فطائر اللي كيكونوا مالحين. هنا كما كتلاحظوا بعد ما سرحت العجينه على شكل مستطيل السمك ديالها كيكون رقيق واحد شويه حيت فيها الخميره، غادي تعاود تختمر المره الثانيه حتى كنرققها مزيان كما شفتوا معايا. وكندهن لها الوجه ديالها بالمربى ديال البرقوق تحضير منزلي. تقدروا تستعملوا اي مربى كان متوفر عندكم او لا اي مربى كنتو كتفضلوه. هنا كندهن الوجه ديال العجينه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني تقريبا كندهنها كامله، كنخلي غير واحد شويه ديال الجناب يعني ما كنوصل لهمش المربى باش هكا العجينه كتلصق مع بعضياتها. هنا كنرش حبيبات ديال الشكلاط وكنطوي العجين بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كنطوي بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا البنات. وبالنسبه للعجينه يعني ما كتجيش عريضه بزاف بسبب داك الحربول ديال العجين ما كيكونش عريض بزاف. هنايا كنرش واحد شويه ديال الدقيق وكنقلبها على الجهه الاخرى باش هكا ملي كنقطعها ما كتلصقليش من فوق الرخامه. كنقاد العجينه مزيان مزيان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا وكنجيب القطاعه كنقطعها. وبالنسبه للحجم ديال الفطائر نتوما اللي كتحكموا فيهم. كما كتلاحظوا انا درتهم حصرين واحد شويه ما جايينش عراض بزاف. حنا كنديرهم في الصفيحه اللي كتدخل الفرن تكون مفرشه بالورقه ديال الزبده باش هكا كنتفاداو ما يلصقولناش، حيت ملي كيكونوا طيبوا داك المربى كيخرج منهم واحد شويه. حنا كنخليهم يخمروا المره الثانيه لمده ديال 15 او 20 دقيقه على حسب الجو. وغادي ندوز الفطائر المالحين. حنا كما كتلاحظوا رشيت الرخامه بواحد شويه ديال الدقيق باش هكا ما يلصقوش. وكنقطع العجين لقطع صغيره كما كتلاحظوا معايا على حسب الحجم ديال الكويرات او الفطائر اللي بغيتو تحضروهم. انا هنايا درتهم صغيورين ما جايينش كبار بزاف، وانتم على حسب الرغبه ديالكم. حنا كنشكلهم كويرات بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا وكنرش واحد شويه ديال الدقيق كما كتلاحظوا. بالنسبه للعجين كيكون مرخوف واحد شويه. حنا كنمشي الاول كره كنسرحها بالدلاك بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا. كنرقوا العجينه مزيان حيت فيها الخميره غادي تخمر المره الثانيه. وكنطويو العجين على شكل مسمله او على شكل رغيفه صغيره كما كتشوفوا. وبالنسبه للطيات الاخرين ما كنطلعوش طيات من فوق من بعضياتهم، يعني كنوصلوهم غير حتى الوسط كما شفتوا معايا. وهنا غير كنشكل الفطيره وكنحطها في الصفيحه اللي كتدخل الفرن تكون مفرشه بالورقه ديال الزبده. نفس الطريقه مع الكويرات اللي عندي كاملين ديال العجين كنسرحوهم وكنرشوا شويه ديال الدقيق كما كتلاحظوا معايا وكنطوي على شكل رغيفه كما كتلاحظوا. هنا كنقادها واحد شويه. والطيات الاخرين كما كتشوفوا كنوصلوهم غير الوسط ما كنطلعوهمش من فوق من بعضياتهم باش هكا ما كيجيوناش دوك الفطائر يعني غلاظ بزاف كيجيو رقيق واحد شويه.
هنا نفس الطريقه مع الكويره الثانيه او الثالثه كما كتشوفوا معايا. كنسرحها بالدلاك وكنرقق العجينه مزيان مزيان حيت فيها الخميره غادي تخمر المره الثانيه، وكنقادها مزيان وكنطوي على شكل مسمنه او على شكل رغيفه، وكنطوي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كنظن لا فيديو راه شارح راسو براسو. هنا كما كتشوفوا معايا درتهم في الصفيحه وغادي نخليهم يخمروا المره الثانيه لمده ديال 20 او 25 دقيقه البنات، داكشي على حسب الجو. هنا بعد ما كيخمروا كيضاعف الحجم ديالهم كما كتلاحظوا معايا. هنا درت بيضه في زلافه، ضفت لها قطره ديال الخل ومعلقه ديال صوص الصوجا، وكندهن الوجه ديال الفطائر بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. في هذه المرحله هذه عندي الفرن مسخن، يعني قبل ما كنطيب قبل عفوا ما كندخلوهم للفرن يطيبوا كنسخنوا الفرن مزيان. ملي كندخلوهم للفرن كنقصوا عليهم النار على نار اللي كتكون مهيله، والنار كتكون غير من الاسفل حتى كيتحمروا وكنحيدوهم. هنا كما كتشوفوا من الفوق ضفت عليهم الجبن، اي جبن كان متوفر عندكم تحكوه في الحكاكه في الجهه اللي كتكون رقيقه، وكديروا لهم هكا الجبن الوجه ديالهم. وكما ذكرت معكم البنات كنطيبوهم على نار اللي كتكون مهيله، والنار كتكون غير من الاسفل حتى كيبانوا لنا تحمروا وطلعت لهم اللهبه في الجناب ديالهم. عاد باش كنشعلوا عليهم النار من الاعلى وكنخليوهم يتحمروا غير واحد شويه وكنحيدوهم. وكما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال الفطائر بعد ما طابوا، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين البنات. وبالنسبه للحشوه ديالهم كنخليوهم حتى كيبردوا عاد باش كنضيفوا لهم الحشوه. هنا بالنسبه للفطائر اللي كيكونوا حلوين كما كتشوفوا معايا حتى هما خمروا ضعف الحجم ديالهم. هنا كندهنهم بيضه مع قطرات ديال الخل وكندخلهم للفرن يطيبوا حتى هما على نار اللي كتكون مهيله، والفرن كيكون مسخن من قبل حتى كيبانوا لنا تحمروا وطلعت لهم اللهبه في الجناب ديالهم. عاد باش كنشتعلوا النار من الاعلى وكنخليوهم غير حتى كيتحمروا وكنحيدوهم. هنا غادي ندوز باش نحضر معكم الفخيدات ديال الدجاج في الفرن مع البطاطا. هنا في اينا كنضيف الكميه ديال الفخيدات ديال الدجاج، كنضيف لهم نص معلقه ديال الثومه بودره، وضفت معلقه ما بين القزبر والمعدنوس مدقوقه مع شويه ديال الملحه، ضفت كميه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، ضفت الابزار الخرقوم شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره، رص معلقه صغيره، ما كثرش من التوابل كما شفتوا معايا. هنا كنضيف 3 ديال المعالق ديال الياغورت بدون سكر، ياغورت طبيعي، وغادي نضيف زوج ديال المعالق ديال الخل، وضفت هنايا قياس 3 ديال المعالق ما بين زيت الزيتون او زيت المائده. هنايا كنخلط دوك الفخيدات مزيان مزيان مع ديك التتبيله، وكنحطهم في شي تبسيل اخر وكنخليهم يعني المده ديال نص ساعه او 25 دقيقه، المهم غير حتى كيتشربوا ديك التتبيله عاد باش كندخلوهم للفرن يطيبوا. او تقدروا ديروهم حتى ساعه من قبل، يعني تشرملوهم ساعه من قبل، يعني قد ما كانوا ارتاحوا في ديك التتبيله قد ما كيجيو زوينين. هنا عندي البطاطا الكميه كتبقى على حسب الرغبه، قطعتها دواور، ضفت لها ديك المعلقه اللي بقات ديال الياغورت، وضفت واحد شويه ديال الملحه، نفس التوابل اللي ضفتهم في الفخيدات كنضيفهم للبطاطا كما كتشوفوا معايا. وكنضيف واحد 3 او 4 ديال المعالق ديال الماء، واحد 2 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وكنضيف الكميه ديال القزبر والمعدنوس اللي بقات مسقوقه مع شويه ديال الملحه قياس معلقه، وكنخلط ديك البطاطا مزيان مزيان في ديك التتبيله، ومباشره كنديرها في الصفيحه او في القالب فاش غادي نطيب دوك الفخيدات والبطاطا وكندخلهم للفرن يطيب. هنا بالنسبه لهاد البطاطا هادي الكميه ديروها نتوما على حسب الرغبه، دائما الكميه على حسب افراد العائله. هنا كما تشوفوا معايا جبت مول فاش غادي نطيب البطاطا والفخيدات. كنضيف البطاطا هي الاولى، كنستفها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني كنقدها مزيان، واللي كيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم كنحلهم باش هكا كتدخل فيهم ديك التتبيله، وكتجي ديك البطاطا كامله متبله بالتوابل. غير كنقادها وكنحط من فوق منها الفخيدات ديال الدجاج كما شفتوا معايا في الاول كنت شرملتهم، وقد ما كيرتاحوا دوك الفخيدات في التتبيله قد ما كيجيو زوينين وكيجيو بنان. هنا بالنسبه للفخيدات كما كتلاحظوا كنستفهم بهذا الشكل هذا من فوق البطاطا، والكميه البنات دائما كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب افراد العائله ديالكم. هنا كنضيف في داك الاناء اللي كانت فيه البطاطا كنضيف واحد نص كاس ديال الماء، وكنضيفو من فوق البطاطا كما غادي تشوفوا معايا باش هكا يعني ما كتشربناش ملي كتكون طيب في الفرن وما كتلصقش في الطاوه. انا دخلتهم الفرن يطيبوا على نار اللي كتكون مهيله البنات، كنشعلوا النار غير من الاسفل حتى تبان لنا ديك البطاطا والفخيدات طابوا، عاد باش كنشعلوا النار من الاعلى وكنخليو ديك الفخيدات حتى كيتحمروا وكنحيدوهم. هنا غادي ندوز باش نحضر الحشوه ديال الفطائر مالحين. كما كتشوفوا في المقله ضفت معلقه ديال الزبده، ضفت قياس 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، غادي نخلي ديك الزبده غير تذوب واحد شويه، وغادي نضيف لها كميه ديال الصدر ديال الدجاج مقطع طويل بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، يعني مقطع شرائح طوال كما كتلاحظوا معايا.
وغير كنضيف الصدر ديال الدجاج في مقله وكنضيف عليه التوابل مباشره. هنا كنضيف واحد المعلقه ما بين القزبر والمعدنوس مدقوقه مع شويه ديال الملحه. غادي نضيف نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال البودره ديال الثوم، وواحد شويه ديال الكمون. هنا كنخلط ديك التتبيله مزيان مع داك الصدر ديال الدجاج وكنشحروه على نار اللي كتكون متوسطه، ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش ناقصه. مره مره كنحركوه باش هكا ما كيجيش قاصح، ما كيتشحرش مزيان وكيجي قاصح. هنا غير كيبان لنا تشحر مزيان وشرب دوك التوابل. كنضيفوا عليه بصله مقطعه شرائح طويله بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وكنضيفوا كميه ديال الزيتون. بالنسبه لديك البصله غير كتبان لنا لوات واحد شويه ونزلات عليها كنطفيو النار، يعني ما كنخليوهاش حتى كطيب، كتبقى فيها ديك التغزغيزه ديال البصله في العضه ديالها ملي كنكونوا كنتناولوهم. هنا كما كتلاحظوا كنخلط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غير كتبان لنا ديك البصله نزلت واحد شويه كما ذكرت معكم، يعني غير كتلوى وكنطفيو عليها النار لمده ديال 2 أو 3 ديال الدقائق اللي كتجيب كطيب. هنا بعد ما كطيب الحشوه كنطفيو عليها كندوزو باش نحضروا العصير ديال الموز. بالنسبه للعصير ديال الموز كيجيب مده اللي هي طويله وهو مطحون وما كيتغيرش اللون ديالو نهائيا. هنا في الغراب كنضيف لتر ديال الحليب، 4 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وغادا نضيف الموز او البنان كيبقى على حسب الرغبه او على حسب الخضوريه ديال العصير. وكنضيف 2 ديال المعالق ديال العصير حامضه البنات باش هكا ما كيكحالناش داك العصير وكيتغير اللون ديالو. هنا بعد ما طحنته هانتوما تشوفوا الشكل ديالو كي كيجي زوين بزاف وكيجي رائع وكيجي منعش البنات وكتجي فيه الحموضه ديال العصير ديال الحامض. بعد ما كنسالي العصير كندوز باش نعمر السندويشات. بالنسبه للسندويشات كنتناولوهم وهما باردين البنات ماشي سخونين. هنا كنخليو الحشوه كتبرد وحتى داك الخبز ديال السندويش كنخليوه حتى كيبرد عاد باش كنحلوه. هنا كما كتلاحظوا كنضيف واحد شويه ديال الخس وكنضيف واحد شويه ديال البطاطا مقليه وضفت الحشوه البنات كما ذكرت معكم. بالنسبه للحشوه كنخليوها حتى كتبرد. وتقدروا تدهنوا السندويشات ديالكم بالمايونيز والصلصه ديال الكيتشوب كتبقى على حسب الرغبه. هنا بعد ما كنعمرهم كان هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين وماشي غير الشكل البنات حتى المذاق راه كيجيو بنان بزاف. هنا بالنسبه للفطائر اللي كيكونوا حلوين بعد ما كيطيبوا كندهنهم بالمربى وكنرش لهم الوجه ديالهم بالكاوكاو كونكاسي، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه. تقدو ترشوهم بالبودرة ديال السكر أو سكر كلاصي، أو تقدو تزينوهم باللوز إيفيلي. التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد، أو تقدو تحتفظوا بهم يعني غير هكاك. وكان هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رطب من الداخل وهشاش من على برا، والمذاق البنات ما نقولكمش كيجيو رائعين وكيجيو بنان بزاف. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال اليوم، او هذو هما الوصفات اللي شاركت معكم. كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين، ووصفات اللي كيكونوا اقتصاديين وعلى قد الجيب وبدون كثرة المراحل، يعني بدون كثرة المكونات. كنحضروا هكا وصفات اللي كيجيو زوينين بزاف وكيجيو بنان في المذاق ديالهم وحتى الشكل ديالهم البنات كما كتلاحظوا. وكنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين. وشكرا لكم بزاف بزاف ومع السلامه. إلى فيديو المقبل إن شاء الله، في أمان الله.